هذا الذي يتزوج له حرمة من أسرة، من عائلة، من بيت، ليلة العرس أو أول أيام الزواج يقولها أبد أنا السند إلك العمر كله، يقضي له وياها كم سنة تالي يطردها من البيت ويقول لها يلا. خصوصا المرأة من يموت أبوها، من يموت أبوها تموت أمها وأخوتها يطشرون، كل من يتزوج تقوم ما تشوف بس رجلها وولدها. تلاحظ من يجي الرجل يستفرد بيها بهذا الوقت، أجلكم الله هذا خسيس، هذا طاغية. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما زال جبريل يوصيني بالمرأة حتى تيقنت أنها لا تطلق إلا لفاحشة مبينة. مبينة تعرف شنو؟ يعني المجتمع كله درى والعالم كله درى بفاحشتها. مع الأسف على بعض الزلم حرمة ما عندها أب وما عندها أم، وقضت وياه سنين وربت ولده، يجي يطردها نص الليل يقول يلا. خصوصا العقود القديمة اللي المؤخر مالتها يصير تفاليس يستفرد بيها. هذا العهد يقول الإمام علي قلادة تبقى تلاحقك إلى يوم القيامة.